أول شيء الهجمات صارت ضد الشعب، يعني أكثر شيء راح فيها ضحايا يعني الشعب. هي ارتباط دول يعني، وإحنا صرنا الضحية. يعني القتلى عم يروحون الشعب، النساء، الأطفال، شيوخ وكبار بالعمر. فإحنا لازم نوقف ضد هاي الحرب، لازم يكون في ترابط بين المكونات كلياتها حتى نوقف هذا الشيء، ما يظل يروح ضحايا. يعني إحنا خسرنا دماء خسرنا كثير بهاي الحروب من زمان، مو بس هلا. يعني قبل هاي المجزرة صار كثير مجازر، فلازم يكون في ترابط أكثر، لازم يكون في اتفاق بين المكونات كلياتها حتى ننهي هاي الحرب، حتى نوقف الدماء. بالنسبة للوضع اللي احنا بالوقت الحالي يعني بالسويداء، نحن شفنا آخر فترة يعني صار هجومات يعني على المحافظة من جميع الأطراف. يعني اليوم صار فيها طبعا كان كل الهدف من هذه النزاعات أو الصراعات اللي صارت عليهم هو فتنة. طبعا مشان إنه اليوم يصير ضمن هاي الفتنة راح تصير حرب خاصة يعني على الشعب. يعني صار اليوم في زرع فتنة للشعب، يعني هاي صار في حالات من الخوف والهلع. اليوم الموضوع صار يعني انه كبر، صارت الموضوع مو بس موضوع اليوم شعب وقتل او مثلا اليوم الضرب او الهجمات كمان الاسرائيليه صار لسه اكبر من هيك، صار ضمن يعني انه ضمن بعض او ضمن هم بالنص صار في اليوم فتنه بين بعض. اليوم شفنا صار في قتل كمان الأطفال، صار في قتل المرأة. اليوم نحن يعني إنه قضيتنا الأولى والأساسية كمان هو المرأة. اليوم المرأة إحنا إذا ما قدرنا نحافظ عليها وما قدرنا إنه اليوم المرأة مثلا نحررها من هذا الشيء، فنحن بحياتنا مثلا ما رح نتحرر أبدا. بالنسبة للعشائر العربية، نحن كعشائر خاصة الحسكة والدير يعني معروفين بالنخوة. يعني هم بالعكس يعني يستنكرون كل هالهجمات اللي عم تصير على السويدة. يعني هاي ناس هي يعني هالتصرفات هاي وهالقتل هاي مو من شيامة العشائر، خاصة عشائر الرقة والهاي معروفين بالنخوة، معروفين بالشهامة، ما عندهم هالشغلات. هاي ناس راحت مشان تدعم الفتنة، راحت مشان مصالحها الشخصية، ما أعرف. بس نحن كعشائر عربية ما نستنكر كل هالشغلات. بالنسبة لأهل السويداء نحن كلياتنا معاهم، خاصة كنساء. يعني المرأة لازم توقف جنب المرأة، وكنساء السويداء لازم يوقفوا على حالهم، لازم يوقفوا ضد هالفتنة. نحن من قبل عايشين مع بعضنا كدروز، كسنة، كعرب، كراد، ما بيناتنا فرق من قبل. هاي ناس بدها تزرع الفتنة، نحن لازم نوقف كلياتنا على حال، لازم يكون عندنا إرادة. ما اليوم أضل قاعدة ببيتي وأستنى فلان وفلان يحلها، لا، لازم النساء كلها توقف. هاي ثورة للكل. حرب الأهلية مبينة مشان تزرع الفتنة، مشان يصير تقسيم، مشان يجي الغرب أساس هو يحل المشاكل مشان مصالحه الشخصية. الحل الحوار. الحل لازم المكونات عربي، درزي، كردي، لازم الكل يوقف مع بعض ويتحاورون، ما يسمحون لأي حدا يتدخل بيناتهم. الطريقة الإنسان لازم يوعي حاله. شلون يوعي حاله؟ بالتدريب. نحن ما كنا نعرف، بس وقت خضعنا للتدريبات، وخاصة وقت قرأنا كتاب المانفستو، آخر كتاب للقائد، بيحكي عن الإسلام، عن العرب، عن الأكراد، عن الدروز، عن الآشورية، عن كل المكونات، عن الحروب ما قبل التاريخ ما بعد التاريخ، عن الديمقراطية، شلون لازم نكون كنا أخوة مع بعض، ما نفرق بين هذا وبين هذا، بين أي مكون، لأن كنا عايشين بنفس البلد، بنفس المنطقة. يعني حتى ناس تزوجت من ناس، يعني خلاص نحن كلنا عايشين بمنطقة واحدة، ما يصير نفرق. فالقائد أكد على الأخوة وعلى الديمقراطية وعلى اللامركزية مشان كل مكون ياخذ حقه.